السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. فيديو النهاردة معادنا بالميزانية الأسبوعية اللي هتوفر عليكي كتير، وبإذن الله الفيديو تستفادوا بيه ولو بفكرة صغيرة. النهاردة جبت معاكم، جبت القرنبيطة دي كانت بسعرها ب25، يعني في ب20 وب25 وفي ب30. دي جبتها وسط، كانت ب25. جبت حوالي كيلو ونص بصل. كان البصل فيه من 10 و15 و20 يعني أسعار. ده كان سعره ب15، كان كيلو ونص. وجبت 2 كابوتشا كده عشان اعمل كولسلو، كانت الواحدة خدتها ب5. وجبت حوالي ربع كيلو جزر، خدته ب7 جنيه. يعني انا ما جبتش حوالي حاجات كتيرة، جبت حاجات كده يعني يدوب بس اسبوع واحد فقط. بس جبت 2 كيلو طماطم. كانت الطماطم فيه ب10 وفيه ب12 وفيه ب15 برضو. دي كانت يعني كانت حالتها كويسة، كانت ب12. جبت 2 كيلو. جبت كيلو الخيار ده ب10 جنيه. يعني حاولتش اكتر كده في الحاجات. قلت بس يعني يا دوب، بس يعني الميزانية بتاعتي ما تعديش 250 جنيه. وجبت برضو كيلو موز، كان ب12 جنيه. بس كنت بقول لكم على الموز الأيام دي كان حلو قوي بصراحة. صراحة طعما ويعني وجودته حلوة قوي. الموز البلدي. نخش بقى على الحاجات العطارة. جبت نص كيلو في المدشوش، جبته ب15. طبعا عشان انتوا عارفين الطعمية نعمل بيه تفريزات الطعمية ما بيخلاش من البيت خالص، وهيوفر معانا في الفطار والعشاء. وجبت برضو نص كيلو فول برضو ب15. الفول يا جماعة نجيب الفول البلدي، ما نجيبش الفول المستورد. بجد بيفرق في التسوية وفي الشكل وبيطلع معايا زبدة خالص. جبت برضو نص كيلو كده حمص الشام. في أيام البرد اللي احنا فيها دي يعني ممكن نستخدمه كعشاء ونوفر وجبة العشاء. جبت نص كيلو عدس برضو عشان نعمل بيه شوربة عدس، برضو سعره كان 15. كنت بقول لكم في الفيديو يعني مش كل الفلت يا جماعة وحش. لا بصوا، الفلت انا جايباه حلو قوي وجودته حلوة قوي، يعني مش محتاج يتنقى خالص. جبت ب12 جنيه فلفل اسود و12 جنيه كمون، كانوا ناقصين عندي. بس دي حاجات العطارة اللي انا ايه كنت عايزاها في خلال اسبوع. جبت بقى نص كيلو جبنة ب24، جبنة ملح خفيف. مع الفول والطعمية طبعا هيظبط معانا الفطار والعشاء. وجبت واحدة جلاش ب20 جنيه. الماركة دي حلوة قوي، ممكن نعمله حلو أو حادق، أو ممكن نعمله زي سندوتشات كده رول سريعة. وجبت بقى عسل نحل عشان خاطر البرد اللي احنا فيه ده والمشروبات السخنة. كان سعره 60 جنيه. بس أهم حاجة يلا متنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ونعمل بقى الغدا مع بعضينا، نعمل غدا اقتصادي كده وحلو قوي، ويعني جميل جدا بدون لحوم ولا أي تكلفة. هنعمل النهاردة القرنبيط بالبشاميل طريقة جديدة، ويعني احنا عملناه قبل كده الكريسبي، هنعمله النهارده بالبشاميل. بس جبت حلة على النار كده وحطيت فيها مية سخنة، وحطيت فيها نص معلقة كمون كده ونص معلقة ملح. وغسلت القرنبيط كويس على الحنفية كده بعد ما قطعته، ونزلته كده يتسلق. بعد ما اتسلق كده كويس جدا، واتأكد كده ان كل السوا يعني كل السوا بتاعه يعني نزل في المية السخنة، هطلعه وهشطفه كده على الحنفية عشان يوقف التسوية. وبعد كده هعمل البشاميل.
معلقتين سمنة او معلقتين زبدة وشوية زيت، وهنزل باربع معالق دقيق كبار، وهقلبهم كده في المادة الدهنية او اللي هي الزيت او السمنة او الزبدة لغاية ما الدقيق يسخن معايا. بس في الوقت ده كنت مسخنة اللبن، يعني تدفئة بس، مش سخن قوي. اول ما ينزل كده هبدأ كده ايه، هشتغل بالمضرب كده عشان ما يتكلكعش معايا، وعشان اللبن سخن والبشاميل سخن، الدقيق يعني على طول بيبقى كريمي. يعني هنزل باللبن كده تدريجيا. هنزل ببقية اللبن وابدأ اقلب كده كويس جدا، ولو في اي تكتلات ولا حاجة اعملها بالمضرب. احط كده مكعب مرق وشوية ملح وشوية كده من سبع بهارات، حلوة قوي بصراحة، بتخلي البشاميل ريحته حلوة. واحط رشة فلفل اسود. اسيبه على النار كده يسخن لغاية لما يتقل معايا. بجد الطريقة دي هتوفر عليكي ان انا مش هستخدم بيض ولا هستخدم زيت كتير ولا قلي ولا تعب ولا اي حاجة. يعني بحسها سهلة جدا، والطاجن ممكن يعمل يعني يقعد معاكي يوم او يومين. كنت عايزاه يوصل للقوام ده. تعرفي ازاي ان هو وصل القوام اللي انا عايزاه؟ ان هو يعني تعملي الخط كده ما يتدخلش مع بعض. بس هجهز طاسة على النار واحط فيها شوية زيت، وهنزل كده بشوية بصل مفروم وفصين توم، وهنزل بشوية فلفل كده الوان من اللي انا مفرزاه. طبعا التفريزات مهمة جدا يا جماعة، وهقولها كل فيديو ان التفريزات مهمة جدا. يعني اعملي طعمية وعجينة طعمية وفرزيه، اعملي فول وفرزيه، واحنا وعملنا قبل كده الفيديوهات دي زي ما انتوا شفتوا. الخضار، التوم، كل ده بيسهل عليك، ويبقى تحس ان التلاجة كده مليانة خير. وهنزل كده بالقرنبيط، قطعته حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهشوحه في البصل والفلفل والتومة والزيت او السمنة. وهرش كده شوية من سبع بهارات وملح وفلفل، بس مفيش اكتر من كده.
بس هجيب طاجن بايركس كده واحط شويه بشاميل من تحت، وهننزل بقى القرنبيط اللي احنا شوحناه مع الفلفل والبصل والثوم، بجد ريحته تجنن. وهنزل كده ببقيه البشاميل من فوق، وانا كترت البشاميل عشان يبقى جوسي كده وكريمي. وهحط شويه جبنه مبشوره او جبنه رومي او اي جبن انت بتحبيها، ولو عايزه توفري اكتر رشه بقسماط كده. وادخلها الفرن على درجه حراره 200. اول كده ما تستوي معايا هشغل عليها الوش كده بتاع الشوايه، تدي لون الذهبي التحفه ده. مين يقول يا جماعه ده قرنبيط اصلا، وبدون لحمه ولا فراخ ولا كلفت نفسي اي حاجه. وزينتها كده بشويه بقدونس عشان تكسر اللون الذهبي، وبألف هنا وشفا. يلا تشجعي كده، هاتي قرنبيطه واعمليها بكره للغدا، وبجد هتعجبك وهتعجب اولادك جدا. كانت سخنه جدا في الوقت ده. عايزه اوريها لكم كده قد ايه جوسي وجميله، وطعمها وريحتها تفتح النفس بصراحه. ومش محتاجة غير يعني رغيفين عيش كده، أو عايزة تعملي جنبها رز أبيض، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.